بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن الاحوال. حبايب قلبي، دي قناة يوميات ومشاهدة. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. انا هنا كده كان الصبح بدري، حبيت اصور لكم الجو معانا. الجو بصوا لسه كان الساعة 6 الصبح. شكل الشجر بقى جميل كده، وخرجت البطاطين حطيتها في البلكونة عشان تتشمس. بصوا المنظر جميل، بس انا مش عارفة والله التصوير جاب المشقلب ازاي، بس عادي يلا ما يجراش حاجة. احنا هنعمل مع بعض النهاردة ايه يا حبايبي؟ الفيديو بتاعنا عبارة عن فراخ مشوية في الفرن، وهنعمل مع بعض رز بسمتي كده، حاجة جميلة زي الزبدة زي ما انتم شايفين كده، ومفلفل. والله العظيم جميل جدا، جربوا الطريقة وان شاء الله تعجبكم. حبايب قلبي، شكرا للناس اللي بتدعمني في القناة، شكرا اللي بيكتب لي كلمة حلوة. ما تنسوش بقى اللي مشتركش يشترك في القناة، واللي بيشوفني لأول مرة، أنا مشاذة صاحب قناة يوميات ومشاذة. حبايب قلبي، اللي بيتفرج على الفيديوهات يحط اللايك ويخش في القناة يشوف الفيديوهات اللي أنا منزلاها، يشاهدها ويحط لايك. عشان اللايك هو اللي بيكبر القناة يا جماعة. تمام، زي ما انتم شايفين كده، احنا الفيديو بتاعنا النهارده عبارة عن فراخ مشوية ورز بسمتي وسلطة خضراء وسلطة طحينة. فيديو سهل كده وبسيط وخفيف. حبايب قلبي، يلا بينا هنبدأ الفيديو بتاعنا. نسمي بالله كده وان شاء الله الفيديو يعجبكم. بصوا بقى يا حبايبي، انا كده هنا نضفت الحوض، شطبت المواعين يعني اللي كانت في الحوض اول حاجة. وكنت اول لما صحيت نقعت الفراخ دي، غسلتها ونقعتها في محلول كده، خل وملح وليمون، وسبتها على جنب. وطبعا كنت مغطشيها. الناس اللي بتقول الفراخ، في حد كان كاتب لي تعليق بيقول لي هي ليه الفراخ ما بنغسلها وبننقعها بتفضل زفرة، ولو حاجة باتت لتاني يوم بتفضل زفرة. عايزة اقول لكم على معلومة، انتوا ما تسيبوش الفراخ متعرضة في الهواء. لما بتتعرض في الهواء بتبقى زفرة. غطوها، نقعوا الفراخ وغطوها، مش هتلاقوا فيها ريحة زفارة خالص. وبعدين حطي المحلول اللي انا بقولك عليه ده، حطي ليمونة كبيرة، وحطي خل وملح، وحطي نص معلقة سكر. كل ده ما مش بيخلي ريحة زفارة اصلا في الفراخ خالص. انا هنا كنت نقعتها حوالي ساعة، قلت عشان لما اجي ابدا اصور معاكم على طول الفيديو كده. بقى انا خلاص جبتها بقى عشان اشطفها وابدا بقى احطها في التتبيله بتاعتها. وطبعا الفراخ اللي هي بتتشوي لازم تتبل من بالليل يا حبايب قلبي. طبعا انا عشان ما تبلتهاش بالليل، مشيت ولادي على المدرسه وجبت الفراخ غسلتها، يعني شطفتها كده وشلت اي زلال فيها او اي حاجه مش نظيفه. بعد كده حطيتها بقى في المحلول بتاعه. وهنا بقى قلت هشطفها عشان خاطر ان انا ايه اتبلها واشويها معاكم. كان حوالي الساعه 6:30 الصبح علشان تلحق تاخد وتدي في التتبيله بتاعتها. هنشطف بقى كل الفراخ بتاعتنا كده ونصفيها من الميه خالص. حبايبي، ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه. اشتركوا في القناه، اللي بيتفرج لاول مره يشترك في القناه، واللي مشترك يحط اللايك ويكتب تعليق للفيديو عشان الفيديو يترفع ويتشاف. تمام. ويا ريت دعوه حلوه من قلوبكم كده في كومنت، صلوا على النبي في التعليقات يا جماعه. يعني التعليقات دي اللي بترفع الفيديو وبتخليه يتشاف. خلاص كده، انا طبعا كنت هنا شطفت الفراخ خلاص وسبتها تتصفى. هغسل بقى الحوض، وهغسل الطبق ده من الزفارة كده اللي انا كنت بعمل فيهم. احلى حاجة يا حبايبي، والله العظيم مش هتحسي بتعب ولا هتحسي بمجهود وانتي واقفة بتعملي الاكل، ان انتي اي حاجة تتدهول وانتي بتعملي الاكل اغسليها على طول وراكي اول باول. مش هتحسي بتعب، وعلى بال لما تخلصي الاكل اللي انتي بتعمليه هتبصي وراكي هتلاقي الحوض فاضي مفهوش مواعين. في ناس بيعملوا الاكل وعقبال ما بيخلصوا عمايل الاكل تبص تلاقي هرم مواعين في قلب الحوض. طب ليه؟
لا انتي اغسلي اول باول، معلقه دهولي تغسليها وحطيها على طول في الصفايه، حله دهولي تغسليها وكفيها جنبك تصفى، على ما تخلصي اكل هتلاقي مطبخك رايق ونظيف وزي الفل. تمام كده بقى، انا كنت غسلت الفراخ وغسلت الحوض ونضفته. هنبدأ بقى يا حبايبي نعمل ايه، هنعمل التتبيلة بتاعتنا. في واحدة كانت كاتبالي تعليق بتقولي انتي منين يا ام استاذة، انا من القليوبية يا حبيبتي، انا من القليوبية مركز طوخ. بتقولي انا شفتك في السوق مرة، بس مش عارفة السوق بتاع بنها ولا طوخ. لا انا من طوخ، انا ما بروحش استوق من بنها. من القليوبية مركز طوخ، وانتي اكيد شفتيني في طوخ مش في بنها. تمام كده بقى، هنجيب بصلتين كبار هنفرمهم يا حبايبي، وهناخد المية بتاعتهم بتاعت البصل عشان نتبل بيها الفراخ. واللي هو التفل بتاع البصل نفسه، ان احنا خدنا المية بتاعته مش هنرميه، هنحطه في الفريزر لما نيجي نعمل الرز هنستخدمه في الرز، مش هيجراله اي حاجة خالص. هقطع بقى كده البصل معاكم وهفرمه في الكبة، هناخد المية ونعين البصل. هشطف بقى البصل بتاعي كده كويس. اه واحدة تانية بتقولي ما بتنزليش فيديوهات كل يوم ليه؟ ما بنزلش فيديوهات كل يوم ليه؟ علشان انا مش شايفة تشجيع ومش شايفة، والله انت عارفة الفيديو اللي انا بصوره ده ممكن اقعد اصور فيه، هي الاكلة اي اكلة او اي وصفة مش هتاخد منك ساعتين على بعض، حتى لو بتعملي ايه مش هتاخد منك وقت، بس انا طبعا عشان بصور ومش هنزل لكم الفيديو كله وهتزهقوا، انا باخد يعني مقاطع من التصوير وبنزلها لكم. تمام. اما انا بقى لو عملت يعني صورت الفيديو ونزلته لكم كله ممكن ياخد وقت يعني ساعتين. طبعا مين، في ناس بتبقى بتتفرج من على باقة، في ناس بتبقى مشغلة النت وبيقطع عندها، فالناس هتزهق. تمام. انا هنا بختصر لكم الفيديو وما بنزلش كل يوم ليه، عشان انا مش شايفه تشجيع. اعملوا لي لايكات واشتركوا في القناه، انا عن نفسي ان انا احقق الشروط بتاعه القناه وكل يوم هنزل لكم فيديو، انما انا مش شايفه تشجيع. يبقى هنزل ازاي؟ ده انا ممكن افضل اصور في الفيديو دوت من الصبح لحد بعد العصر، والفيديوهات دي بتاخد مني وقت كبير. تمام. فانتوا المفروض تشجعوني باللايكات والاشتراكات وانزل لكم كل يوم فيديوهات. هنا بقى انا حطيت البصل، مية البصل، وحطيت يعني 4 معالق من الزيت و3 معالق من الخل، وهنحط ليمونتين كبار ومية البصل وعلبتين زبادي، والبهارات طبعا يا حبايبي اللي هي بهارات الفراخ المشوية وملح وفلفل وكمون ومعلقة كركم صغيرة كده. هنعصر بقى. وعلى فكرة الليمون يا جماعة اللي انا بعصره ده، الليمون دوت مجفف بقاله سنة عندي في الفريزر. لو حابين طريقة تخزين الليمون في الفريزر اكتبوا لي في التعليقات وانا هقول لكم على كذا طريقة تخزنوا بيها الليمون. احنا الليمون دلوقتي يعتبر ب8 جنيه وب10 جنيه، في ايام السنة اللي فاتت الليمون ده وصل ل120 جنيه. ماشي. فانتوا لو حابين تعرفوا طريقة الليمون المتفرز اكتبوا لي تحت في التعليقات وانا هقول لكم الطريقة. وكده بقى، ومعايا برضو 4 اكياس من الكاتشب. تبلوا التتبيله دي يا حبايبي من بالليل، تبلوها من بالليل والله العظيم بتبقى طعمها يعني التتبيله واخد من الفراخ، والفراخ واخده من التتبيله كده بيبقى طعمها جميل. تبلوها من بالليل وغطوها وحطوها كده في التلاجة بتبقى طعمها جميل. انا يعتبر برضو كنت متبلاها من بدري، انا كنت متبلاها حوالي الساعه 6:30، فطعمها برضو كان جميل والله العظيم. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها.
احلى تتبيله فراخ مشويه، ولا تقولي لي الشيف فلان، ولا احلى حاجه تعملها في بيتك ومن ايدك. بصوا والله ما خدت وقت معايا ولا اي حاجه. ده انا عندنا كنت بعمل الفرخه المشويه يعني لو ما عنديش فحم ولا حاجه والعيال ولادي عايزين فرخه مشويه وديتها لواحد عشان يشويها لي، خد عليها 50 جنيه. طب ليه ما انا اشوي براحتي في بيتي، اشوي فرخه، اشوي اتنين، اشوي زي ما انا عايزه واشويها في بيتي، ومش هتبقى مكلفه ولا اي حاجه، وكمان في قلب الفرن مش على الفحم. جربوا الطريقه دي والله العظيم جميله تحفه في شوي الفراخ. هندخل بقى كل التتبيله كده في الفراخ. صفوا بقى الفراخ كويس قوي من الميه، وشيلوا اي زلال فيها، اي حاجه زياده جلد، اي حاجه زياده فيها شيلوها منها، عشان هي كده كده الجلد محدش بياكله. دخلي بقى كل التتبيله اللي احنا عملناها دي في قلب الفراخ. بصوا بقى ما شاء الله والله العظيم، وهي اصلا من غير الشوي ريحتها طالعه كده من البهارات، ريحتها جميله مع الزبادي مع الزيت الخل الليمون مخلي ريحتها تحفه. وهنجيب بقى كيس بلاستيك كده، الكيس البلاستيك ده مهم بقى ليه بقى يا حبايبي؟ بيخلي الفراخ تعرق وتطلع يعني اللي هي ريحة البهارات تاكل في الفراخ، بتلاقي الكيس معرق كده وتيجي تشيليه تشم ريحة جميلة من الفرخة وهي متبلة. ماشي كده بقى، انا كده خلاص بقى تبلت الفراخ ودخلتها التلاجة. هشطب بقى الحوض الحاجات اللي انا عملت فيها ديت. احسن حاجه ان انت تشطبي الحوض اول باول، مش تفضلي تركني 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 وعلى بال لما تخلصي تلاقي نفسك مسدوده من غسيل المواعين. لا، اغسلي اول باول. معلقه دهولي الطبق الدهول، والله العظيم نصيحه مني، اغسلي الحاجه اول باول. اول ما تعملي حاجه وتتدهول اغسليها على طول، مش هتحسي بارهاق ولا مجهود. اكتبوا لي في التعليقات يا جماعه تحت، قولوا لي ايه رايكم في التصوير والصوت حلو ولا لا. واللي عنده وصفة وعايزني اصورها واعملها يكتب لي تحت في التعليقات ويقول لي. هنا بقى يا حبايبي انا كنت خلاص شطبت الحوض وتبلت الفراخ وحطيتها في التلاجة. ودي قرص انا كنت عاملاها برضو فيديو بس لسه هنزله لكم. عملت كوباية شاي كده بقى وهفطر، وبعد كده هكمل لكم الفيديو. بس طبعا انا بفصل بقى، ووقت الغدا بكمل لكم تصوير لان ده كان الصبح بدري. هنا انا بقول لكم حطوا اللايك، ما تنسوش اللايك. اللايك يا ولاد، اللايك يا ولاد، والاشتراك. اللايك والله ما بفلوس ولا الاشتراك بفلوس، خلوني احقق الشروط عشان انزل لكم فيديوهات يا ولاد على طول يفتحوا نفس. الله يسامحكم روح. تعالوا افطروا معانا وياكم. هنا بقى جينا وقت تجهيز الشوي كده. خلاص يا حبايبي كانت الفراخ اتبلت بقى وخدت وقتها في الشوي، في التتبيله. هنبدأ بقى نظبط حاجتنا، وانا طبعا شغلت الفرن عشان ايه نشوي على طول. بصوا يا حلاوة يا جمال موعين يا ولاد، وهي بتلمح كده في القمر ما شاء الله. تسلم ايديكي يا مشاز. الله.
هنبدأ بقى نرص الفراخ بتاعتنا. طبعا ما بندهنش الصاج ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة، هي الفراخ في التتبيلة بتاعتها وخلاص. بنرصها بقى زي ما انتم شايفين كده في الصاج. والتتبيلة بقى اللي هي فاضت معانا من الفراخ دي بنرشرش كده على الفراخ حاجات بسيطة منها. وباقي التتبيلة يا حبايبي بحطها في طبق على جنب، عشان لو الفراخ مستوتش مني والمية اللي فيها نشفت بنزود منها. بس انا ما احتجتهاش في الاخر، هي الفراخ استوت منها فيها وطلعت متحمرة من فوق ومن تحت وجميلة. انا هوريها لكم، هحطها تشوي في الاخر هوريها لكم. بصوا بقى شكل النهائي ما شاء الله جميلة ازاي. الله اكبر الله اكبر، بألف هنا والشفا، بألف هنا والشفا لكل اللي كل منها. ما شاء الله الله اكبر عليا، خمسة وخميس. هنا بقى انا كنت هعمل رز بسمتي. طبعا هو ما بيبقاش فيه حاجه، انا طبعا ببص فيه كده. هغسله معاكم وما بنقعوش يا حبايبي. انت بتجيبي رز بسمتي نوع نظيف وما تنقعوهوش، وهقولك على الطريقه بتاعته. والله العظيم طريقتي حلوه يا ولاد، طريقتي حلوه. ولا تقولوا لي مجانا ولا مهنا ولا الشيف فلان ولا الشيف علان. اشتركوا يا ولاد في القناه وفعلوا زر الجرس وشهيصوني كده، شهيصوني. في ناس والله العظيم كتير عندهم ذوق، وناس حلوه بتتفرج عليا وبتشترك لي في القناه وبتحط لي لايكات. وفي ناس ما شاء الله يقعدوا بس يتنمروا، وده بتعمل ده بتسوي ده منكم لله يا بعد. ربنا يقعده لكم في صحتكم وفي عينكم وفي عافيتكم. مش للناس المحترمين الكلام ده، الناس عارفه نفسها، ناس بتتفرج حقوده حسوده، ما بيحبوش الخير غير لنفسهم، بيتنمروا. ربنا يا رب بحق جاه النبي، كل اللي يتنمر على حد، كل اللي يقول كلمة وحشة في حق حد، ربنا يقعدها له في أعز ما عنده وفي عياله وفي ماله وفي صحته. والله العظيم يا ولاد انا كنت بصور فيديوهات كتير، ربنا يسد نفسهم اللي سدوا نفسي يا رب بحق جاي النبي، كان زماني حققت الشروط. ربنا يسد نفسهم، هذا عليهم بايه، كفايه عليهم اللي هم فيه، منهم لله. كده بقى يا حبيبي انا كنت غسلت الرز وركنته على جنب. هبدأ بقى اجيب البصل اللي انا كنت واخده الميه بتاعته متبله بيها الفراخ. هحط هنا شويه زيت كده صغيرين، واحط معلقه سمنه. مش عارفه التصوير مش باين ليه يا ولاد بقى، معلش المره دي كده، المره الجايه هظبط لكم الدنيا شويه. بس الواحد بيبقى متوتر والله، هو بيصور مني ما بنصورش على طول، فببقى متوتره وانا بصور. ماشي، فانتوا اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي ايه اللي مش عاجبكم في الفيديو وانا اعدل. في ناس دوت يعني، بصوا هي نفس منهم لله، ربنا يقعده لهم في صحتهم وفي عينهم وفي عافيتهم يا رب. اللي يسدوا نفس، يسد نفسهم عن الدنيا. والله يا ولاد انا عايزه اقول لكم على حاجه، محدش عاجبه حاله، لا اللي بياكل حلو عاجبه حاله، ولا اللي بياكل وحش عاجبه حاله، ولا اللي بيلبس عاجبه حاله، ولا اللي ما بيلبسش عاجبه. هو الناس اصلا لو بتحمد ربنا وشغلة نفسها بحياتها وبولادها وبعيشتها ما كانش ده بقى حال الدنيا. بس احنا بنقول ده غضب، ده الدنيا تقل خيرها. ما الدنيا تقل خيرها من اشكالكم، الدنيا تقل خيرها من اشكالكم، حاشرين مناخيركم في عيشة غيركم. ده فلان لبس، ده فلان خرج، ده فلان كل، ده فلان، انتوا مالكم، انتوا مالكم
يلا الله ينتقم منكم في صحتكم وفي عينكم وفي عافيتكم، اللهم امين يا رب العالمين. اكمل الفيديو برضو كيد ونحرة فيكم. اتفرجوا يا اولاد وقولوا لي ايه رايكم في الفيديوهات. هنا بقى انا حطيت البصلايه تتشوح، وهحط عليها البهارات اللي هي لومي وورق لورا وقرفه وحبهان. وبعد كده هحط طماطمايه مبشوره عليها، هسيبهم بقى يتسبكوا كده مع بعض. وبعد كده انزل بالرز البسمتي بتاعي. لكل كوبايه رز ده عليها كوبايتين ميه. ايه رايكم يا ولاد؟ والله الدنيا سهله وبسيطه، بس هنقول ايه؟ يلا الحمد لله، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. مش كل الناس بقى تاخد الكلام عليها، ده هو يعني ناس معينة كده مش غرب والله عننا بس. انا حبيت اوصل المعلومة عشان هما بيفتشوا ورايا وبيخشوا يشوفوني بصور ايه وبعمل ايه وحرقة دمهم ومتغاظين مين معرفش ليه والله يا ولاد، مع ان انا ماليش دعوة بيهم وفي حالي، انا في حالي. بس ده ربنا يدي كل واحد على قد نيته. هنمشي مع بعض نكمل الفيديو كده يا حبايبي. انا حطيت الطماطمايه تستبك بقى مع البصل زي ما انتم شايفين كده. بصوا ريحتها مع البهارات والبصل تحفه. يعني الناس اللي بتحبش الرز البسمتي ده والله جربوه، جربوه بالطريقه دي هتحبوه، طعمه جميل. هو افضل حاجه اصلا تتاكل مع الفراخ المشويه الرز البسمتي. الرز اللي بالشعريه ده مبيبقاش حلو معاها، ولا رز حبايه وحبايه. هو احسن حاجه الرز البسمتي مع الفراخ المشويه وسلطه الطحينه وسلطه خضراء. شهيصوا كده يا ولاد، شهيصوا. الناس اللي بتقولي انت حاطه بيبسي مع الفراخ انت مالك يا حقوده؟ انت مالك؟ الله اكبر، الله اعظم يا عظيم يا كريم يا رب، يا قوي على كل قوي يا رب. الله اكبر، الله اكبر. محمد رسول الله. الله اكبر، عظيم يا عظيم يا كريم يا رب. طبعا يا حبايبي العصر بيدن. انا كنت بمنتج لكم الفيديو ده وكان العصر بيدن. هنا بقى انا حطيت هي يعتبر انا عامله نص كوبايه رز، حطيت لها كوبايه ميه كامله. تمام، هو لكل كوبايه رز حطي لها كوبايتين ميه. خلاص بقى يا حبايبي، انا كده كان الرز ده كان استوى. بصوا طبعا ما شاء الله سمنه بلدي، اقسم بالله ريحته وطعمه فظيع. جربوا الطريقه بتاعه الرز البسمتي ديت هتعتمدوه على طول، حياة ربنا وطعمه جميل جميل جميل. جربوه وان شاء الله هيعجبكم. وهنا الفحمايه اللي انا كنت مولعاها ديت عشان طبعا انا شاويه الفراخ في الفرن. هتجيبي بقى طبق صغير كده او ورق فويل اي حاجه وتحطي فيه حته الفحم ديت. بصوا بقى شكل اصلا الفراخ شكلها ما شاء الله، الله اكبر، الله اكبر. بالف هنا والشفا يا رب، صحه وهنا على قلب كل اللي كلها. هنحط بقى شويه زيت على الفحم، وهنكتم الفراخ بقى بصينيه تانية عشان ريحه البخار بتاعه الفحم ما تطلع. الحمد لله ان انا اصلا ما بنزلش الفيديو غير بعد لما ناكل يا ولاد، صحه وهنا على قلبنا. هنكتم بقى كل الفراخ هنكتم بقى كل الفراخ ديت بصينيه تانية.
وهبدأ بقى يا ولاد هوريكم شكل المندي بتاعي بعد ما اخلص. تسلم ايديك يا ام شاذة، واقسم بالله احلى شوية فراخ مشوية واحلى شوية رز. بس انا هفتح المشروع ده قريب يا ولاد، تعالوا نفعوني. ايه رأيكم في الاكل بتاعي؟ وحياة ربنا حاجة كده عظمة. متنسوش تدعموني باللايك.